السلام عليكم ورحمة الله. حبايب الجمال، عارفين القمر ده ايه؟ ده دنش الكريمة. عملناه بطريقة احترافية. بصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي. بسم الله حبيبي يا رسول الله. كل حاجة مرتبة، ولا تيستو ولا طعمه. اهم حاجة نكمل الفيديو للاخر عشان في تريكات وفي اسرار. وده دنش الكريمة اتعمل بطريقة احترافية. بصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي، حاجة تخطف العقل. وبنص كيلو دي بس اداني 27 قطعة، يعني وداعا لشراءه من الشارع. ويلا بينا نبدأ وصفتنا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض دنش القرفة والكريمة. يلا بينا. المقادير اللي معانا النهاردة على بركة الله: نص كيلو دقيق، 50 جرام سكر، ربع كيلو زبدة، رشة ملح، 2 معلقة زيت، 15 جرام خميرة، 1 معلقة لبن بودرة للحشو، 1 معلقة كبيرة لبن بودرة، 2 معلقة كاستر، 100 جرام سكر، 1 كوب مية أو كوب حليب حسب الرغبة، قرفة، سكر. ونبدأ وصفتنا على بركة الله. حاجة حضرات هنعملها، نجهز الكريمة بتاعتنا اهو عشان هي اللي هتاخد وقت. حطينا كوباية المية وحطينا معاها لبن البودرة اهو. وبعد لبن البودرة هنحط الكاستر بتاعنا. بعد الكاستر بتاعنا حطينا السكر. كل ده هنقلبه كده على البارد قبل ما نشغل البوتاجاز بتاعنا اهو. بعد ما يتقلب كل ده بنبتدي نشغل عليه مع التقليب لحد ما يصبح عندي كريمه متجانسه للحشو اهو. بسم الله، ابتدى يربط معانا اهو. نخلي بالنا لازم نقلب كويس جدا اهو. بصوا الكاستر عمل ازاي معانا. بسم الله حبيبي يا رسول الله. دي كريمه الحشو بتاعنا اهو. ننزل بالنص كيلو دقيق بتاعنا اهو. بسم الله حبيبي يا رسول الله. الزبده دي هنخليها للحشو ونشيلها على جنب اهو. بعد كده بننزل بالخمير، بالسكر بتاعنا اهو، بالملح. بعد كده السكر بتاعنا اهو. بعد السكر بتاعنا بننزل بلبن البودرة اهو. حبيبي يا رسول الله، كل الجاف يتجانس معانا. والموضوع ده هياخد معانا نص كوبايه ميه. قلنا نص كيلو دقيق هياخد 200 مللي ميه. هننزل ب 150 مللي ونستنى. اول ما العجين نحتاج ميه تاني نديله. هننزل بباقي الميه بتاعتنا. بعد كده والعجينه كده بتتجانس مع بعضها، هننزل بالزيت. نحط معلقه وهي بتعجن كده، والمعلقه الثانيه وهي بتلم في الخدمه بتاعتها. العجين بيخدم معانا اهو. ونزلنا حوالي 3 معالق زبده كمان مع العجينه عشان تاخد وتدي معانا. انتهينا من على العجينه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله اهي، زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله اهو، العجينه زي القمر اهي. هنسيبها ترتاح مش تخمر، هنسيبها ترتاح شويه. وبعد ما ترتاح هنلبسها الزبده قدام حضراتكم وهنكمل مع بعض الشغل. ايوه، وبعد ما العجين ارتاح معانا يا حضرات بنبتدي نفرده كده بدون اي حاجه. عايزين سنه زيت تحت منه ماشي. ادي الزبده بتاعتنا اهي اهي. وزعنا الزبده، بنجيب الحرف ده كده اهو اهو. نجيب الحرف الثاني عليه اهو، ونطبق هنا ونطبق هنا اهو. نجيب رشه دقيق فوق، رشه دقيق بسيطه اهي، ورشه دقيق من تحت. وبنقلب العجينه على وشها كده. ودي بنط التلبيس. ورجعنا للعجينه تاني كده. احنا ادينا بنطه تلبيس وبنطه، وهنديها واحده تاني. وبعد كده هنفرد ونشتغل. اهم حاجه الزبده اللي احنا حطيناها تروح في قلب العجين، ما تبقاش فيه زبده فيه خالص اهو. نفس طريقه عجينه الملفيه اهو. نمشي معاها بالراحه كده واحده واحده. ننعمها شويه اهو. الكاستر اللي احنا عملناه بنفرده بالطريقه القمر دي اهو. السكر الخشن اهو بيترش كده اهو. بعد كده القرفه بتاعتي اهي. لازم تاخد قرفه كده عشان تستاهل مع الكريمه، بتبقى حاجه ولا اروع اهو. بنيجي الطرف ده اهو، الكاميرا معايا اهو، بنروح قافلين كده اهو. نمشي واحده واحده مع اهو. تيجي نقطع من هنا حسب الحجم بتاعنا اهو، حجم سنتي ونص اهو. هنيجي بقى نقلبها كده بالشكل الجميل ده، ونجيب الحرف ده نروح حاطينه تحت منها كده اهو اهو. بص استكل اهو اهو. اخد الحرف السنه دي، وخلي بالك عشان هيفرش اعمل مسافه في الصاج. بعد كده بنسيبه يرتاح شويه عاديه خالص. بنحط فيها ايدينا وبندوس دوسه صغيره كده عشان ما يعلاش ويقلب مننا اهو.
وبعد ما اختمر زي ما حضراتكم شايفين، عندي انا واحده بيضه اهي معاها فانيليا بسيط، وهلمع وشه كده من فوق اهو. رشه السكر خفيفه من فوق اهو عشان تعمل معايا الكرانش الجميل اهو. وهندخله الفرن على 180 او 200 على السلك الوسطاني، وهيخرج مع بعض نلمعه بالمربى ونقدمه بالهنا والشفا. بسم الله ما شاء الله، وخرج القمر من الفرن اهو. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي، حاجه تخطف العقل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو. المربى اديتها يعني مثلا كوبايه مربى او مثلا 100 جرام مربى عليها 50 جرام سكر و50 جرام ميه، هيديني النباش الجميل ده بتاع الدنش اهو. مربى معايا سخنه اهي، اروح واخدها على طول على الدنش. بسم الله حبيبي يا رسول الله. واروح مديله تلميعه كده من فوق جميله، هيديني طبقه زي الازاز، ويقعد عندك يوم واثنين وثلاثه. نسيبه يبرد ونقدمه مع بعض على بركه الله. وطبعا عشان الشيف منصور بيحلل حلو، هنحط كده نص كريزه على الواحده اهو عشان يعجب اطفالنا والموضوع يبقى كويس جدا معاهم. وطبعا دي كانت نهاية وصفة الدنش الرول، دنش الكريمة، عملناه بطريقة احترافية. وزي ما حضراتكم شايفين الوصفة طلعت زي القمر. اهم حاجة نمشي ورا خطوات الفيديو، واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة استسمحوا يشتركوا ونشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. وحبوا بعض في الله، تعيشوا سعداء مدى الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.